بس الجمهور بيقصد الحفلات دي، ومن الحاضرين الليلة دي كان الشاعر مازن ظاهر اللي ليه حصة في أعمال نصيف الناجحة. كمان في شخص بعز على قلبي هون، بالعادة أنا بغني المواويل كلها اللي بغنيها بالعادة كلام الأستاذ الحلو الأستاذ مازن ظاهر. أهلا وسهلا فيك حبيبي. بدي اصحاب انا ونصيف بدي اعمل حفلات بلبنان اول مره بحضره، دائما بنقعد سوا بنغني سوا، بس هيك بحفله اول مره كثير مبسوط الحمد لله. ما شاء الله شو في ناس الله نيال وش قد في محبين عنده عن جد. وطبعا مراسلة اي بالعربي ندى حقيقي لازم تحصل على معلومات حصرية عن تعاوناتهم الجديدة. شو في جديد؟ اسم أغنية مثلا جديدة؟ عنا أغنية جديدة ديو عملناها مع مرتضى فتيتي. عم بتحضر هيدا صح أو تسجل؟ خلص هذا خلص غناء وتصويرا، كلمات مازن ظاهر، ألحان مرتضى فتيتي، توزيع عمر صباغ، إخراج ريشة سركيس، وإنتاج تي ستارت. صيفي ستيل هيدا ديو؟ هالسنة إن شاء الله الغنية هيك حلوة. ديو كتير حلو، هو بتصور كليب والكليب كمان كتير حلو. ريشة الحلو بالفكرة انه شابين، يمكن شوي كسرنا القاعدة، مش شاب وبنت، والموضوع شوي كتير شباب او عايشين وكتير شباب او معظم الشباب، حتى البنات ممكن يكونوا عايشين، لانه احنا عم نحكي بشكل عام. موضوع حلو شوي رايق بانترو الغنية، بعدين نقلب بطريقة غريبة، موسيقتها رائعة، بتفاجئ كتير حلو، رح يتفاجئوا الناس، رح يحبوه انا اكيد، وان شاء الله يعمل شغل حلو ان شاء الله. تونسي بالكلمات، رح يغني نصيف تونسي أو لا رح يكون هو أي لهجة؟ لا هو نصيف رح يكون عم بيغني تقريبا اذا بدك لهجه بيضاء، اوكي رايحين على اللهجه البيضاء. مرتضى في بمطرح رح يغني كمان لهجه بتشبه شوي اللي انا كتبها، والتونسي البحت بالبارت الثاني تبع الغنيه. حنبقى بنفس اللهجات بس بتتغير بعض التاتشات، يعني انا ما بدي احرق العمل، بس ان شاء الله ينزل رح يحبوه الناس.